كتير مننا يعرف الكتير عن المطربين ولاعيبة الكرة والفنانين، قليلين مننا اللي يعرفوا سيرة النبي أو بعض تفاصيل حياته، قليلين مننا اللي يعرفوا من هم زوجاته، اللي يعرفوا من هم أولاده وبناته. أما الاسم بالكامل فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة. أما المهنة والوظيفة راعي غنم، ثم تاجر، ثم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. أما تاريخ الميلاد ومكان الميلاد فولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام الفيل بمكة المكرمة. أقام بمكة المكرمة حتى عمر 53 سنة، ثم انتقل إلى المدينة المنورة فأقام بها حتى توفاه الله وعمره 63 سنة. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أما زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهن خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر الصديق، حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم سلمة، جويرية بنت الحارس، أم حبيبة، زينب بنت جحش، صفية بنت حيي، زينب بنت خزيمة، ميمونة بنت الحارس، ماريا القبطية. أما أولاده صلى الله عليه وسلم فسبعة، 3 صبيان و4 بنات. أما الصبيان الأولاد فالقاسم وإبراهيم وعبد الله، وأما البنات فزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. أما تاريخ وفاته فتوفي صلى الله عليه وسلم في نفس يوم ميلاده، توفي يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 هجرية. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كتير أرسلوا عن مطربين وأرسلوا عن لعيبة كرة وفنانين، يا ترى من فينا هيشارك الفيديو ده ويرسل عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم من استمع إلى هذا الفيديو فصلى على نبيك محمد ونشره حبا في نبيك محمد، فلا تدع له ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم آمين يا رب العالمين.